الظروف المعيشية السيئة كانت العنوان الرئيسي للإضراب الذي دعت إليه قوى سياسية مصرية معارضة، وحالت عوامل عديدة دون تحقيق استجابة واسعة له، منها التحذير الاستباقي لوزارة الداخلية المصرية من عواقب الاشتراك في الإضراب، والانتشار الأمني الكثيف لقوات الشرطة المصرية. ما يجري في القاهرة جاء متضامنا مع دعوة للإضراب في مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة، وإن كان هذا الإضراب لم يتم تنفيذه، ولكن الجديد في الأمر أن الدعوة لكل ذلك شاركت فيها قوى سياسية غير تقليدية، إضافة إلى أحزاب سياسية وحركة كفاية المعارضة. بعد ما سرقوا العيش الحاف، التباين بين مستوى دخل الطبقات الفقيرة من المجتمع المصري والغلاء المتسارع في الأسعار كان حافزا وراء الكثير من الإضرابات المتفرقة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وآخرها تلك الدعوة إلى الإضراب العام. يا ساكن قصر العروبة، يا ساكن قصر العروبة، إحنا جماهير مصر المنوبة. الأزمة الاقتصادية الأخيرة انعكست على قرارات للرئيس المصري حسني مبارك رفع بمقتضاها التعرفة الجمركية عن المواد الغذائية وأنواع من الأدوية ومواد البناء في محاولة لإيجاد حلول سريعة تخرج بالشارع المصري من حالة السخط التي يعاني منها. ولعل من مفارقات الأمور أن عاصفة ترابية غطت سماء القاهرة اليوم وجد فيها البعض مبررا بديلا عن الإضراب للتغيب عن أعمالهم، بينما رأى آخرون أنها جاءت مواتية لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة. محمد أبو العينين، BBC.